في قرار غير مسبوق، الجزائر تغير موعد المباراة النهائية لكأس أفريقيا لأقل من 17 عاما لصالح المنتخب المغربي. في تطور غير متوقع ومثير للجدل، أعلنت السلطات الجزائرية تغيير موعد المباراة النهائية لكأس أفريقيا لفئة أقل من 17 عاما، وذلك بعد وصول المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية الحاسمة أمام المنتخب السنغالي. ويأتي هذا القرار الغريب والمفاجئ بعد انتهاء مباراة النصف النهائي، حيث تمكن المنتخب المغربي من الفوز على المنتخب المالي، وبالتالي وصوله إلى المباراة النهائية. وبدلاً من أن تقام المباراة في موعدها المحدد سابقاً في 8 مساء، قررت السلطات الجزائرية تأجيل المباراة إلى وقت متأخر من الليل، تحديداً في 10 مساء. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المشجعين والمسؤولين، حيث اعتبر البعض أنه قرار مفاجئ ولا يليق بروح اللعب النزيه، في حين رحب آخرون به واعتبروه تكريما للمنتخب المغربي على وصوله إلى النهائي. وتم الكشف عن هذا القرار الغير مألوف عبر وسائل الإعلام المحلية، حيث تم نشر خبر تغيير الموعد قبل الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وقد أشارت الصحف الجزائرية إلى أن القرار جاء نتيجة تأثر الجماهير الجزائرية بخسارة منتخبها الوطني، ولربما يعكس رغبة بعض الجهات في مساندة المنتخب المغربي في مباراة النهائي أمام المنتخب السنغالي. وستقام المباراة النهائية بين المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي مساء الجمعة 19 من مايو بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائرية. وتنطلق صافرة بداية المباراة في 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر، 10 بتوقيت مكة المكرمة. وستكون مباراة المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي متاحة من خلال شبكة تلفزيون الجزائر بصورة مجانية. ومن المقرر أن تنقل قناة الرياضية TNT المغربية المباراة أيضا، ولكن عبر البث الأرضي. كما سمعتم في التحليل أحباب القناة، هذا مجال تغيير وقت المباراة ضد المغرب، ضد المباراة النهائية المغرب ضد السنغال مع الجزائر. للأسف نتمنى لكم فرجة ممتعة، ومرشوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وتحياتي لكم.